الشخصيات الرئيسية ديال الفيلم هما مايك وكيت، واحد الكوبل المفروض يبقاو 50 يوم في واحد الغرفة اللي عندها ديكور كامل بيض في إطار واحد التجربة نفسية. ولا قدروا يبقاو مجموعين هاد 50 يوم، كل واحد فيهم غادي يربح 10 ديال المليون ديال الدولار، مليار سيدي. ولكن إذا واحد فيهم قرر يخرج ويورك على الزر الأحمر، المبلغ غادي ينقص غير المليون دولار هذاك اللي غيبقى. نشوفوا كيفاش داز عليهم هاد التحدي. كيت في الأول اقترح يقسموا الفلوس نص بنص، مايك وافق. ومن بعد بداو كيقلبوا في الغرفة ولقاو فيها لي دوبل، ساعة رقمية، واحد اللوحة فيها تعليمات كيوصلوهم الوجبات ديالهم في كرتونات اللي فيها جميع المتطلبات الغذائية. ومني كيدخلوا للطواليت حاشاكم كيسمعوا واحد الصوت كيهضر في الحيط كيقول لهم باللي غير شخص واحد يقدر يدخل المرحاض في مرة، الا دخلوا جوج ما غاديش يربحوا الفلوس. في الاول مايك كان متحمس وبغى يخطط شنو غادي يدير بالفلوس. ملي كيتفضوا في الليل مايك بغى يدور الكيتش، ولكن هي رفضات حيت خافت البروفيسور اللي يدير التجربه غيشوفهم في الكاميرات. ولكن بقاو تيتسلاو ويلعبوا ويديروا الرياضه ويدوزوا الوقت ديالهم. كاين واحد النظام ديال المكافآت في هذا البيت اللي استغلوه، كيعطيهم الامكانيه يصرفوا 100,000 دولار باش يشريو شي حاجه تشغلهم. مايك قرر يستغل الفرصه ويطلب مكافاه، وعطاوه واحد الستيلو خضر. بدا كيرسم في الحيوط وكان فرحان بزاف. كي طلبت منه يرسم لها بورتري ديالها وبدا كيرسم فيها. من بعد ايام لقاو فردي في المرحاض وكيتخلعات، عرفوا باللي ممنوع يحتفظوا به. ايوا شدوه خباوه تحت الناموسيه. في المشهد اللي من بعد البروفيسور حط لهم فيديوهات ديال العائله ديالهم معروضه في الشاشه. الفيديو الاول كان ديال اخت مايك اللي كتهنيه وكتحكي على حياتهم اليوميه، وهادشي خلاه فرحان. ولكن ملي كيتشاف الفيديو ديال باها بدات تتغوت وطلبات يوقفوه. ولكن الفيديو كمل وبدات تتغوت وخرجت ما بغات تسمع صوته. من بعد عاودت المايك على المشاكل اللي عاشها مع باها اللي كان مدمن على الشراب. مايك طلب مكافأة أخرى حيت كان كيشعر بالتوتر. المكافأة هاد المرة كانت ممثلة عريانة سميتها سيمون. ولكن هادشي ما عجبش كيت، خلاها تعصبات وقالت لمايك تعطي شي تيشيرت يغطيها. بالليل كانوا كيديروا خطة كيفاش ينعسوا. مايك قال ليها غانا نعس في الارض وخلي كيت وسيمون في الناموسية. ولكن كيت نصحات ويطلع ينعس معاهم. من بعد كانت مستريسيه وقررت تاخذ واحد الحبوب ديال ليكستا وخديرات باش تهدأ. عطاتها حتى لمايك وسيمون وكلهم بداو تيرقصوا وتيتباوسوا. ولكن بعد شويه ما بدا تيهلوس وتتخيل لي انه غارق في الماء. كيتحاولوا تفيقوا من هذه الحاله والو. من بعد شرح ليها كيفاش باقي مضطرب نفسيا بالصدمه اللي عاشها ملي كان صغير، حيت ما قدرش يعيط خوه الصغير من الغرق. في وسط الليل كيتعصبات ملي شافت مايك وسيمون كيهضروا. مايك بدا تيغوت باش يوقف النطايفه بيناتهم. سيمون وضحت لكيت بانهم غير كيتهضروا ما داروا والو. الصباح من بعد كيتلقات رساله مكتوبه في الحيط فيها باللي سيمون كانت فرحانه بعد ما دوزت الليله مع مايك. كيتواجهاتو ومايك وضح لها باللي ما دار والو مع سيمون، ولكن والو كيت ما صدقاتوش ودفعاتو للحيط تتجرح وبدا الدم تيسيل. طلب منها يخرج من المشروع ولكن رفضات وقالت لي راه ما غيربحوش الفلوس الا ضغطوا على الزر الاحمر. بعد دقيقه ملي بدا الجرح كيتخف مايك تعصب وقال لها انا غير مهتم بهادشي وكل شيء تديري انت على قبل الفلوس. مايك حاول يقنعها بان الفلوس ما تستاهلش يغامروا بصحتهم، ولكن كيت قالت لي انت تتكلم حيت انت باك مرفح، اما انا الا فشلت في التجربه ما غنشد فلوس ما والو وانا محتاجه ليه. في المشهد اللي من بعد مايك قرر يخرج وكيت بدات تتوسل ليه باش يبقى حيت الا خرج غادي ينقصوا المبلغ المليون دولار. ولكن مايك رفض وكيت هداتو بداك الكابوس. ولكن حتى هادشي ما خلاهش يبقى ورك على الزر الاحمر وخرج. المشهد الاخر كيبين كيت بوحده في الغرفه البيضاء. من بعد ايام بدات تحس بالاكتئاب وتتشوف داك الرسومات الخضر اللي رسمها مايك. النجاح كان قريب ولكن قربت للزر الاحمر باش تورك فيه. الفيلم ما كيوضحش واش كيتوركات على الزر ولا لا، ولكن في الاخر كيبان مايك كيجري في الزنقه حتى شاف كيت خارجه من واحد الكلينيك اللي تيتعالج فيها باها من الادمان. تبين انهم ما تلاقاوش منذ التجربه. مني جاو تيدويو سولها واش كملت التجربه ولكن بدلت الهضره وما جاوبتوش. فهاد اللحظه تنشوفوا واحد لابلاك في الكلينيك تتقول ان شي واحد انونيم تبرع بالريستورو كامل من عنده وفهم الفهم. الفيلم كيسالي بواحد الكوبل جديد، ساندي ويليامز
اللي تا هما دخلوا الغرفة البيضاء. ساندي مضاحكة ما عارفاش غيوقع، قالت ليه هادشي غيبدل كلشي. إلا كملتي الفيديو شكرا للمتابعة. شكرا للمتابعة. إلا عجباتك الفيديو دير لايك واشتراك، ولا ما عجباتكش شكرا راك وصلتي حتى الاخر. الى اللقاء.